وصلنا على المبنى يلي راح نطلع فيه للقمة لفوق لحتى نشوف نخلة الجميرة. فراح أرجيكم الوضع هون كيف. واو، شوف شو حاطين هون يا جماعة، شايفين؟ أتوقع هذا المنظر اللي راح نشوفه هلأ فوق. فخلينا نطلع ونشوف كيف الوضع. هيا بنا. لاحظت لكم هون بأي مكان مهم بدكم تطلعوا له ما بيخلوكم تاخذوا معكم شنطة كبيرة، يعني بيقول لكم حطوها بالأمانات وبس لحتى ترجعوا تنزلوا أو تطلعوا من المكان بتاخذوا الشنطة. فلا تركت الشنطة تبعيتي هون. هاي عم لكم هيك مشان تعملوا حسابكم إنه اللي ما مضطر يحمل شنطة لا يحمل شنطة. هلا بدنا نورجيهم التيكت هون ونكمل طلعتنا لفوق. شوفوا، وهي الدخلة يا جماعة راح أوريكم هون ما أحلاها كيف عاملينها. هي كلها مثل شاشة واحدة. فشوفوا كيف الوضع هون. هاي أول دخلة هون. طبعا أنا ما حاولت أقطع الفيديو ولو إنه الصورة عم ترج. هي من الكهرباء تبع البلد، يعني ما لها علاقة بالتصوير ولا بالكاميرا. هي الترددات تبعت الكهرباء وتبعت الشاشة، فالموضوع طبيعي. بس ما حاولت أقطع لكم الفيديو لحتى تشوفوا كل شيء موجود فيه هون، حتى لو كانت الصورة عم ترج شوي. فبعينكم الله على هالمنظر. الكهرباء لها ترددات بتكون 50 و60 ميجا هرتز وشي هيك يعني. فمشان هيك أحيانا هذا الشيء بينعكس على التصوير. عرفتوا كيف؟ هون عم بيقولوا لنا انه ننطر شوي لحتى يفتح هذاك الباب. واو، هيك الارض كيف عاملينها. Yes, everyone from here, try to make it simple. Please, like this. Like moving, making a circle. Please. عم بيقولوا عملوه على شكل دائرة هون. لكم حتى الأرض حاطين عليها شاشات. We are trying to build and complete the island. So whenever you see steps like this, just try to step on it to complete building the island. So you can use your phone, take some pictures, videos, it is okay. Next one, it will be just here. Just step on it. Please, anyone? هاي طريقة بناء النخلة لما بيحطوا So the الفرن على instruction of the الأرض. island start in 2001 here. Right now we are here located in the middle. The Palm Tower and the Nekhimo are placed. And this is a private island of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid, the ruler of Dubai. His own private island. So thank you so much. الإطلالة من هون. خلينا نروح نشوف النخلة. ما شاء الله اليوم الشمس كتير حادة وكتير شوب اليوم هون. درجة الحرارة 28 يعني بالسويد. أنا ساكن بالسويد يعني نار جهنم يعني. فكيف عم بيقولوا إنه بالصيف توصل درجة الحرارة لل50 هون. واو، شوفوا يا جماعة، شوفوا ما أحلاها. هي هونيك بالوجه عاملين أطلانتس. هي كتير حلوة والله، لازم زيارة لها. بس بدها يوم كامل وأنا ما ضل معي وقت هون.
حلو. العالم كلها عم تتصور وهم مبسوطين. هاي الأضلع أو الأفرع تبعت النخلة كلها عليها سكن وعليها مباني وفلل. هاي أطراف النخلة هون. هذاك برج العرب اللي بيجي. خلينا نصور من هيك نشوف. في مطعم أو كافيه، يعني بده يشرب قهوة كافيه. نعطي له كرواسون يلاقي هون. אנשים פה משתגעים מהזה. شايفين هونيك هذا برج العرب. بحاول اشوف بهاي، قلت بركي بحط الكاميرا عليها لورجيكم، طلع ما يبين فيها شيء. من هون بتشوفوا كل دبي تقريبا، وهنيك في عين دبي. هاي رحت عليها وما كانت شغالة، لسه مش مشغلينها للأسف، مع انه كنت حابب اطلع فيها وصور لكم اياها لتشوفوها. ما لنا نصيب، بس شغلوها مرة تانية صح لنا زيارة لدبي بنرجع نصورها. شايفين هاي النخلة كلها عالداير. ما شاء الله المي بتجنن مبينة. شوفوا يا جماعة تصميم هداك المبنى اللي بالوجه ما أحلاه، عن جد هندسة معمارية رهيبة عنده. يعني هذا أبداع المبدعين، قديش أخذ معهم وقت وقديش أخذ معهم شغل. سبحان الله اللي وفقهم ليعملوا الشغلات كلها. بلد عجيب ومبدعين والله عن جد بكل معنى الكلمة. هدول الازازات عاملينهم درجتين، يعني اللي بده يطلع يوقف فوق يتصور. حاجيكم اياها عن جد بتخوف، بس شوفوا تحتنا مباشرة في مسبح، ما بعرف اذا شايفينه. حرق ديبهم ما شاء الله على الفن والابداع. ولاحظوا هنيك على الابنية كمان في مسبح هنيك. تقريبا كل بناء على ظهره مسبح والله. واللي ما على ظهره مسبح تحته مباشرة في مسبح، يعني كل شيء عم تشوفوه هيك بقعة زرقاء هي مسابح. شوفوا هنيك، شوفوا هنيك، شايفين؟ طبعا هاي الشواطئ اللي بده يروح يسبح يروح يسبح. شايفين هون؟
كل البقاع الزرقاء مثل ما قلت لكم هي مسابح. فيا جماعة هي كانت جولتنا لليوم بذا فيو، وشفنا النخلة وشفنا الإبداع تبعها. إن شاء الله تكون عجبتكم هاي الحلقة.